اهلا بيكم. تيم كوك اللي هو دلوقتي السي او بتاع ابل هيبدا يسيب منصبه وهيتم تعيين سي او جديد. ومن 2011 كوك قدر يوصل ارباح الشركه لمستوى عالي جدا، ممكن نقول عليه قمه الارباح تقريبا. وكمان زي ما انت عارف السي او الجديد مش غريب على ابل، ده شغال فيها بقاله 25 سنه، بينما كوك بقاله 28 سنه، يعني اكتر منه بثلاث سنين بس. والشخص اللي هيبقى سي او دلوقتي شاف ستيف جوبز بنفسه، وكمان شاف كوك وعمل لايك وسبسكرايب للفيديو وانت لسه ما عملتش. يعني شاف فترة الابتكار، وكمان شاف فترة الإدارة والتركيز على الأرباح، وشاف أبل كشركة من أول ما بدأت لحد ما كانت قربت تقفل، وبعدها رجعت تبقى شركة قوية ومربحة جدا. قصة كاملة لوحدها. وفي فترة من الفترات أبل كانت على وشك إنها تتباع. فعموما السي او الجديد ممكن يجي برؤية مختلفة تفرق في مصلحة المستهلك ومصلحة الشركة. تعالوا بقى نعرف شوية عن السي او الجديد. أنا يحيى ناجي، وبسم الله نبتدي. خلينا نرجع شوية للتاريخ من غير ما نطول. أبل بدأت من جراج صغير، ومع الوقت وصلت للي انت شايفه دلوقتي زي أبل بارك. ولما تيجي تتكلم عن أبل، مين أول اسم هيجي في بالك؟ جدع، دلوقتي غالبا هيجي تيم كوك، بس قبله كان ستيف جوبز، وأبل أصلا كانت معروفة بسبب ستيف جوبز. ومن شوية تدوير في التاريخ تلاقي إن قبل ستيف جوبز كان في 5 سي اي اوز تانيين. هو كان نفسه موجود من البداية، بس مش دايما كان هو اللي ماسك الإدارة. وفي فترة من الفترات جوبز نفسه اتشال من الشركة، ووصلت حالة أبل لدرجة إنها كانت ممكن تختفي خالص. والسبب الكبير كان رابع سي او واسمه مايكل سبندلر، وده ممكن نقول عليه من أسوأ السي اوز في تاريخ الشركة. قرارات غلط، تقليل تكاليف بشكل مؤذي، إهمال في البحث والتطوير، وقف رواتب وتسريح موظفين، كل حاجة ممكن تتخيلها حصلت. ووصلت الشركة لمرحلة إنها كانت ممكن تتباع، وكان في كلام عن اندماج مع شركات زي سان مايكرو سيستمز واي بي ام وفيليبس. لكن اللي انقذ الوضع ده كله هو جيل ايميليو، والراجل ده فعلا قدر يلم الدنيا ويوجه الشركه في الاتجاه الصح. وكمان رجع ستيف جوبز تاني وتعين بعدها سي او، وجوبز بقى هو اللي ورى ابل طريق جديد خالص. ستيف جوبز كان شخص مركز جدا في قراراته، ولو فاكر لما اول ايفون نزل السوق كله اتقلب، وده اثر جامد جدا على شركات زي بلاك بيري وغيرها. يعني جوبز كان مبتكر ومفكر وعنده نظرة مستقبلية، وهو اللي رفع أبل لمستوى كبير جدا. ستيف جوبز فضل في منصبه لحد 2011، لكن في 2003 اكتشف إن هو عنده سرطان، وبعدها في 2011 اتوفى. ومن ساعتها والناس بتربط نجاح أبل بيه، لأنه كان من المؤسسين من البداية وأنقذها لما رجع تاني للشركة. بعد كده جه تيم كوك، واللي لحد دلوقتي ماشي في المنصب بقاله فترة طويلة. بس مهم نفهم إن السي او مش بيشتغل لوحده، هو بيدي الاتجاه العام للشركة. تيم كوك كان شاطر جدا في البيزنس والأرقام، ركز على ايه اللي يخلي الشركة أكتر ربحية ويحقق مكاسب للمستثمرين، وده فعلا حصل. عمل تحسينات كبيرة في السبلاي تشين وخلى المنتجات توصل أسرع للناس. وكمان في عهده شفنا منتجات كتير زي الآيفون، الإيربودز، الماك بوك، الأبل واتشز والأبل فيجن برو. وده كله خلى الشركة تكبر بشكل ضخم جدا، من حوالي 100 مليار لحد تريليونات الدولارات. بقى عندهم فلوس بشكل مهول. عشان كده تيم كوك بيعتبر من انجح السي اوز في تاريخ الشركة من ناحية النمو. ولو جوبز كان صاحب رؤية وابتكار، فكوك كان صاحب إدارة وتحقيق أرباح. الاتنين مختلفين تماما، بس كل واحد نجح بطريقته. ولما تيم كوك مسك، جوبز ما كانش موجود، فاشتغل برؤيته الخاصة بشكل كامل. طب دلوقتي تيم كوك رايح فين؟ هل هيسيب الشركة؟ لا يا صديقي، مش هيخرج. هو هيبقى رئيس مجلس إدارة أو الشيرمان، وده منصب أعلى وأكبر. بس لازم نفهم إن السي او دوره الأساسي إنه يحدد الاتجاه والقرارات الجديدة للشركة. وحسب الأخبار من 1 سبتمبر 2026 هيتم تعيين سي او جديد، وممكن جدا نشوف تيم كوك في مؤتمر WWDC اللي جاي. وكمان ممكن نشوف السي او الجديد في إطلاقات زي الآيفون الجديد أو حتى أجهزة فولد من أبل. السي او الجديد اسمه جون تيرنز، ودوره الأساسي كان في قسم الهاردوير، وكمان ليه تأثير كبير في تصميم الأجهزة. طبيعي ان رؤية ستيف جوبز مختلفة عن رؤية تيم كوك، وكل واحد نجح بطريقته. لكن لما نتكلم عن جون تيرنز فهو مش شخص جديد على ابل خالص. اصلا مستحيل حد يبقى سي او فجأة من بره. هو موجود في الشركة من 2001، يعني بعد تيم كوك بحوالي 3 سنين. في البداية كان في فريق تصميم المنتجات، وبعد كده في 2013 بقى رئيس قسم هندسة الهاردوير. وده معناه انه كان جزء من تطورات كبيرة حصلت، زي تطور الماك بوك، خصوصا التحول من معالجات انتل لمعالجات ابل الخطيرة. وبعد اعلان انه ممكن يبقى سي او، ناس كتير جوه الشركة بقت مبسوطة بالقرار. وهقول لك ليه. لان لما تبص على تاريخه تلاقي انه مهندس ميكانيكا، وحتى في الجامعة عمل ايد روبوت بتتحرك حسب حركة الراس بتاعت الانسان. وده بيوضح طريقة تفكيره وانه مبتكر من بدري.
كمان هو شخص بيحب الخصوصية جدا، مفيش له حسابات سوشيال ميديا تقريبا، وحتى معلوماته قليلة على الإنترنت. سنه حاليا حوالي 51 سنة، وده سن يعتبر مزيج بين الخبرة والشباب، وبيحب يعيش حياته بهدوء جنب شغله، وعنده هوايات سباقات عربيات وبيحب العربيات البورش، وكمان اشتغل تحت قيادة ستيف جوبز وتيم كوك، ففاهم كويس جدا الفرق في رؤيتهم الاتنين، وده ممكن يساعده يقدم حاجات مختلفة في المرحلة اللي جاية. وفي كمان جوني آيف، وده أنا ممكن أوريك صورته أو فيديو ليه. كان دايما بيظهر في فيديوهات أبل الرسمية بصوته الهادي وهو بيشرح التصميمات بشكل مميز جدا. To create the new iPhone, we began with a design that we really loved, but to build it, to implement it, we had to look way beyond what we knew to be possible. وكان بيقول دايما إنهم لما بيصمموا آيفون بيكون عندهم شغف حقيقي بالشكل والمضمون، وبعدين بيشوفوا إزاي يخلوه ممكن على أرض الواقع. جوني آيف كان مصمم عبقري بصراحة، ولسه تأثيره موجود، بس هو ساب أبل من 2019 ممكن لأن رؤيته ما بقتش ماشية مع اتجاه الشركة، وده طبيعي. الناس بتوع التصميم لما بتحس إن الاتجاه اختلف ساعات بتقرر تمشي. وآيف اشتغل على منتجات كتير جدا زي الآي ماك والآيبود والآيباد والآيفون والماك بوك إير والآبل واتش، وكمان كان ليه دور كبير في تصميم الآبل بارك. أما جون تيرنز فهو مركز جدا على الهاردوير والتصميم، وبيوصل لمرحلة إنه بيبقى مهووس بالتفاصيل. في قصة كده بتتقال إن في منتج زي السينما ديسبلاي كان فيه اختلاف على تفصيلة صغيرة جدا زي نوع المسامير، المفروض تبقى بشكل معين واتعملت بشكل مختلف، وده عمل دوشة كبيرة جدا. الراجل ما عداش الموضوع، تصميم مسمار. لكن في نفس الوقت جوني تيرنز معروف إنه بيشتغل بروح الفريق وبيتعامل كويس جدا مع الناس. اتعرض عليه مكاتب خاصة ومميزات كتيرة، لكنه كان دايما بيفضل يشتغل وسط التيم، وده مهم جدا لأن لما القائد بيسمع للناس الأفكار بتوصل والتطوير بيبقى أسرع، وده ممكن يكون سبب إن ناس كتيرة بتبقى متحمسة ليه كسي او. وكمان هو شخص جد قوي في شغله، وكان بيضغط دايما إن منتجات زي الأبل بنسل والماجيك كيبورد والآيباد يبقوا متكاملين مع بعض كجزء من الإيكو سيستم. يعني هو شخص بيحب يجرب ويحب يعمل أبحاث وتجارب، وطبيعي إن التجارب ساعات بتفشل. زي مثلا لما الماك بوك نزل فيه التاتش بار، ناس كتيرة جدا ما حبتوش، وفي الآخر أبل رجعت تاني للزراير العادية. وكمان شفنا تغييرات في تصميم الكيبورد قبل كده، وده بيثبت إن حتى الشركات الكبيرة بتجرب وتغلط وترجع تصحح. وكانوا قدموا قبل كده فكرة الباترفلاي كيبورد في تصميم الماك بوك، والتصميم ده عمل مشاكل كبيرة جدا في التصليح. والموضوع إن لو أي حاجة صغيرة زي التراب مثلا لو دخل فيه كان بيبقى صعب جدا يتصلح، فاضطروا يرجعوا في القرار ده. وده طبيعي، أي حد بيجرب كتير وبيعمل تغييرات كتير لازم يغلط شوية. وده يوضح إن زي ما تيم كوك قدر يخلي أبل شركة ضخمة ومربحة، ممكن السي او الجديد يبقى أقوى في تحسين تجربة المستخدم وتجربة المنتجات وتجريب أفكار جديدة. بس أنا عندي رأي هنا، مش معنى إن السي او الجديد جه فإننا هنشوف منتجات بقى نازلة ترف علينا مرة واحدة. القرار مش في إيد شخص واحد، في مجلس إدارة وفي رئيس مجلس إدارة وفي مستثمرين كبار، كلهم بيشوفوا ايه اللي ينفع الشركة وايه اللي يجيب ارباح وايه اللي يحافظ على صورة ابل قدام الناس. مش هينفع يعملوا تجارب كتير قوي لدرجة تأثر على سمعة الشركة، ولا يغيروا كل حاجة مرة واحدة. القرارات بتبقى محسوبة ومدروسة قوي، وبرضه مش كل السياسات القديمة هتتغير، خصوصا ان تيم كوك هيبقى التشيرمان، يعني فلسفة الربحية اللي هو بناها هتفضل موجودة. يعني مثلا لو حد قال رجعوا الشاحن في العلبة تاني القرار مش سهل خالص، لأن في سياسة ورؤية كاملة ورا الحاجات دي. فالرؤية اللي بتركز على الربحية واستراتيجية السوق هتفضل مكملة حتى مع السي او الجديد، لكن اللي ممكن يتغير فعلا هو ان احنا نشوف تجارب اكتر في المنتجات او جرأة شوية في قرارات معينة. بس عموما ده بياخد وقت، الحاجات دي بتكون شغالة عليها الشركة من بدري ومش بتظهر فجأة. فممكن تتوقع ان مع السي او الجديد ابل تسرع شويه في الابتكار بدل ما كانت بتتاخر في بعض الحاجات. ممكن كمان نشوف تطور اكبر في الذكاء الاصطناعي خصوصا مع شغل جوجل معاهم، وبرضه يمكن يحصل تركيز اكتر على استقرار الاي او اس، لان في ناس كتيره شايفه انه بقى في مشاكل اكتر الفتره الاخيره. وفي الاخر الهدف هيبقى توازن بين الربحيه والابتكار، يعني مش بس فلوس لكن كمان تحسين حقيقي في التجربه. بس مش متوقع تغييرات ضخمه فجاه في فئات المنتجات، لان تيم كوك لسه موجود كتشيرمان، والسي او الجديد مجرد اضافه لاتجاه جديد مش استبدال كامل. على العموم اكتب لي رايك، انت شايف ايه؟ تتوقع ان ابل المفروض تركز على ايه الفتره اللي جايه؟ وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه عشان يوصلك مني كل جديد، وتتفرج على الفيديوهات اللي فاتت اللي فيها معلومات كتير قوي هتفيدك. شكرا جزيلا وسلام.